بصوا بقى، المشتريات دي بقى من كارفور. ايه يا سوق المشتريات اللي بتاعت كارفور؟ انا جايبه حاجات، يعني انا يعني مش هقول لكم اتصدمت من اللي انا دفعته. انا هوريكم كل حاجه عملت، بس في حاجات انا فتحتها فاعذروني طبعا اني فتحتها. استنوا، انا اللي فتحتها والله، بس الحمد لله اتفتحت. خلينا نقول اتفتحت، دي اللي اتفتحت. استنى بس اعدلكم الناحيه التانية واجيلكم. دي ايه؟ حاجه كارفور. انا روحت كارفور اللي في سيتي مول، اللي هو في شبرا. تمام، الناس اللي قاعده هناك اكيد عارفين. اسعاره حلوه لذيذه. ليه يعني خليني كده اقول لكم على حاجه بسيطه انا عارفاها من بدري، بس ممكن اكون بنسى ان انا اقولها. آه، كل منطقه بينزل فيها الدرجات من الحاجه. يعني مثلا الزيت ده درجات، في درجة أولى، درجة تانية، درجة تالتة، انتوا فاهميني. الشاي ده درجات، الشاي درجات، الصابون نفسه سواء بقى صابون مواعين أو صابون سايب درجات. يعني وفير اللي أنا جايباه درجات. كل منطقة بينزل ليها درجة معينة. يعني ما ينفعش الشركة اللي تنزل مثلا دريم ايس كريم، دي شركة محترمة معروفة كلنا عارفينها. ما تنفعش مثلا يكون شركة دريم تنزل درجة سيئة او خامة سيئة لمنطقة نظيفة. يعني كارفور مكانه معروف ومشهور وعالمي كمان، مش هقول محلي، ما ينفعش تنزله مثلا درجة تانية او درجة تالتة. لكن اماكن شعبية او الاماكن البسيطة الناس فيها بسيطة، او اماكن عادي مستوى المعيشة فيها العادي الطبيعي، تنزله الدرجة التانية واحتمال التالتة كمان. لو جبتوا وقارنتوا هتعرفوا انا بتكلم عن ايه. في ناس عارفة الكلام اللي انا بقوله دوت. الاريال نفسه، الاريال لو جبتيه، لو انت في منطقة شعبية جبتيه ورحتي جبتي اريال من مثلا فور اللي في الماظة اللي في التجمع، هتلاقي الفرق شنيع، الفرق فظيع، اقسم بالله ما كلام. ليه؟ لان الاماكن دي بتنزل، طبعا الشركات بتنزل لها الجودة بتاعتها عالية، هي الدرجة اولى. وبتنزل بقى للفروع التانية او الفروع البسيطة شوية اللي في اماكن شعبية شوية، بتنزل لها المنتجات الرديئة شوية. زي ما احنا عارفين في اي حاجة على فكرة، حتى في الفراخ فيها درجات. في الفراخ اللي هي صحتها كويسة دي طبعا بتروح للمطاعم الكبيرة او المطاعم التقيلة، والفراخ اللي حالتها الدرجات التالتة واللي احنا بتتباع لنا احنا في المحلات الفرارجية، دي اللي بتتباع، دي اللي بتنزل لنا احنا. فاهمين قصدي ايه؟ اللهم لك الحمد عند ربنا والله العظيم. يعني خلينا كده نصلي على الرسول الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم ارحم جميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم امين كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واسكنهم فسيح جنتك جنات النعيم. اللهم امين. انا اسمي اسراء، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا ندخل النهارده بقى في زي ما قلت لكم مشتريات كارفور. الحاجه دي من كارفور. الاسعار اهي، هي لستتين لان انا بعد ما خرجت دخلت تاني اهي. شايفين كارفور؟ فنشوف الاول الاسعار دي. صلصة هاينز كانت جايباها ب22.5 يعتبر اهي، ب22.5. بتدعم لي الطماطم لان الطماطم اليومين دول اصلا كانت بهتانه، ما كانتش حمرا، فبحب ان انا اجيب الصلصه واحط معلقه تدعم لي الدرجه، تدعم لي الحمار بتاعها. زي ما قلت لكم الحاجه دي من فرع كارفور اللي في شبرا، اللي هو في سيتي مول اللي في شبرا. جبت كلوريل ده بينزل عليه دايما عروض حلوه جدا جدا في كارفور. كان في عرض الاتنين، الابيض والالوان
كانوا عاملين حاجة و50 جنيه. دي انا جايباها بحاجة و20، ب22 تقريبا، ب25 75 قرش، ب25 75 قرش. فقلت انا دي للارضيات اهي، ده للتنظيف عموما اهي، يقضي على الجراثيم، مانع للصدى والبكتيريا، وبرغم منظفة. دوت انا جايباه عشان المسح، كنت هجيب جنرال بس لقيت ان هو نفس السعر وجنرال كمان صغير، فلا قلت اجيب ده احسن. دي مناديل المطبخ انا كنت جايباها اخر مرة عندي هنا، يمكن مش عارفة والله صورتها معاكم ولا لا، فاميليا برضو. كنت جايبة الستة بحاجة و40 جنيه تقريبا، والله ما فاكرة. انا جايبة الاربعة دول في 45، استنى اهي، ب40 جنيه، مع اني كنت جايبة الستة ب45، دول الاربعة ب40 جنيه، يعني الواحدة ب10 جنيه، الحمد لله. خلينا بقى نشوف ده ازيز شاي اخضر، انا جايباه طبعا عشان اخس، يعني ما انتوا فاهمين، ناكل المحشي ونشرب بعديه شاي اخضر عشان ايه، تخسيس. فانا جبت ده ب11 جنيه، ب11 جنيه 75 قرش. انا عندي اللي هو ليبتون، بس بحس ان ليبتون عارفين بشربه ما بيعمليش حاجه، فقلت هجيب طب ازيز ده كده واجربه. ديت اسمها 11 بهار، اقوى من السبع بهارات. فانا قلت اجربها. انا ما بقى عارفين انا من النوع ايه، والله بجد هكلمكم عن نفسي شويه. والله العظيم انا ما بحبش اقول على حاجه لا مش حلوه الا ما اجربها، جربتها اقدر احدد. لكن ما ينفعش مثلا دي انا ما جربتهاش، اول مره اشوفها فاقول لا مش حلوه انا مش هجيبها، لا ما انا ما جربتهاش، فانا لازم اجرب علشان خاطر اقدر احدد حلوه ولا لا. مش مهم انا جبت الحاجه ودفعت فيها فلوس وفي الاخر طلعت وحشه، بس انا عرفت ان انا الحاجه دي مش هجيبها تاني عشان انا جربتها وطلعت وحشه، فاتعلمت. لكن ما اقدرش اقول على حاجه لا غير لما اجربها. دي حتى على فكره حتى في الاطعمه، يعني مثلا شيبسي جديد نازل بطعم جديد زي اللي هو سلطه الحياتي، ما قدرتش اقول عليه ان اتقال لي لا وحش وكده، فلا ما قدرتش اقول لا وحش الا لما جربته. ايه ده طعمه وحش فعلا، فمش هجيبه تاني. فانتوا حاولوا ما تقولوش على حاجه لا الا لما تجربوها. جربوا لقيتوها حلوه تمام، وحشه خلاص ما نجيبوش تاني. فجبت الخلطه السبع 11 بهارات دي، قلت اجربها في مثلا في المحشي، في اللحمه، في الفراخ، في الحاجات دي كلها، وما اشوف طعمها هيبقى ايه وبقول لكم. وجبت كمان اللانشون ده للفطار. عايزه اقول لكم انا جربته كمان، طعمه لذيذ قوي، طعمه حلو قوي، احلى من اللي عندي والله العظيم. زي ما بقول لكم الحاجه فعلا في كل مكان درجه. دوت حلواني لانشون، ريتش لانشون بالزيتون، هو 220 جرام ب 35 جنيه وقولوا وربع، بس طعمه حلو قوي. ده كده ايه لحد هنا تمام. المراعي ده انا بجيبه ب8 جنيه، لقيته ب7 جنيه 75 قرش، فرق ربع جنيه بس حلو. فانا جبت 4، ففي واحده برضو اتشربت، ما تقلقوش خالص. دريم ده ايس كريم ب16 جنيه، قلت هجيبه بدل ما كل شويه نجيب ايس كريم في الحر اللي احنا فيه والنور اللي بيقطع وكده، فاجيب ده، نجيب ده ونعمله بكوبايه لبن ويتعان في الفريزر ونطلع وناكل منه. اسراء انت لسه جايبه التموين، جبتي ازازه زيت ليه؟ انا بحب اجيب ازازه زيت احتياطي علشان قلت لكم ان انا بطلع منه. الازازه دي كانت ب35 جنيه تقريبا، ب5 او 38. زيت لا هنا زيت ب37 ونص، ب37 ونص. انا بقول لكم اسعار كارفور ليه؟ عشان اللي جنبه كارفور يجيب منه، لان بتبقى الحاجه انضف من اللي بره، والله العظيم مش كلام يعني. ده صوص شوكولاته، انا كنت هجيب الازازه كانت عامله 22 جنيه تقريبا. فانا اختي لقيتها جايبه اكياس، فقلت طب انا اللي خليني اجيب ازازه ب 22 جنيه، طب انا اجيب اكياس، والكيس ما شاء الله تقيل وحلو، يعني تقيل يعني كتير. فجبت الواحد ب3 جنيه، الواحد ب3 جنيه، جبت 3 ب9 جنيه علشان الايس كريم، يعني ده عشان ده بعد ما اعمل الايس كريم اروح رش عليه كده شويه صوص شوكولاته. ده ابو عوف قهوه سريعه التحضير. انا اول مره اشوفها، اول مره اعرف ان ابو عوف عامل قهوه بالاكياس كده، او اول مره اشوفها يعني. فقلت طب انا خليني اجيب واحد اجربه ب6 جنيه زيه زي نسكافيه، بس انا اول مره بصراحه اشوفه، هو عليه سكر وكريمه وقهوه، انا بشربش نسكافيه، بشرب قهوه بس. فقلت خليني اجيب ابو عوف دوت اجربها واشوف طعمها لان انا بحب اجرب الحاجات الجديده او الاول مره اشوفها قوي. ده كاتشب، هوت كاتشب كمان يعني، حراق. فلقيته بكام؟ ب20 جنيه تقريبا. استنوا كده،
ب20 جنيه. كتاكيتو، ده كتاكيتو ده التاكل، ده بسكوت فظيع. ب20 ونص، ب20 جنيه ونص. فعجبني، قلت عشان بقى البطاطس، فاهمين بقى الحاجات دي اللي انا ما باكلهاش، بس جبته عشان تفاهة مني، مش عارفه. والله العظيم انا ببقى تافهه قوي في الحاجات دي. المفروض ده كان عرض صابونه، هي الصابونه الكبيره مش الصغيره. كنت جايبه الاتنين بحاجه و20 جنيه. استنوا كده هشوفها لكم. ريفولي، هي ريفولي ب24 جنيه. الاتنين ب4، بس ريحتها انا فتحت واحده، اقسم بالله يا جماعه ريحتها فظيعه، ريحتها جباره جباره جباره. فعجبتني قوي، حتى ريحتها قلب ريحه الشقه، يعني فاهمين قصدي ايه. مع اني بجيبها من هنا بتبقى في العادي طبيعي، لكن في حقيقي دي والله قلب ريحه الشقه فظيعه يعني. انا بقى مش عايزه اصدمكم. معلش، كان في ازازه بيبسي كوكاكولا، الازازه الصغيره ديت. برضو كنت جايباها بس شربتها. انا مش عايزه اقول لكم بس ان الحاجه دي انتوا شايفينها طبعا، يعني مش محتاجه ان انا ابعد الكاميرا واقول لكم بصوا كتير ازاي، لا والله اهو من قريب ب300 جنيه. اتصدموا معايا عشان ما تصدمش لوحدي. انا مصدومه بجد يا مرعي. اللهم لك الحمد. بس الحمد لله حاجات هتنفعني، يعني ده اكتر حاجه كنت محتاجاها عشان خاطر مسح الارض وكده. ولان انا بجيب الكلور السايب، عايزه اقول لكم والله ما بقى ليه ريحه وقوي زي الاول. كان الاول بجيبه، كان من قوه ريحته ونظافته اللي بتخلي الدنيا بتبرق، كان بيخليني ادمع، كانت عيني بتحرقني وادمع من ريحته. لكن دلوقتي انا اخر مره جايباه هي بالظبط بختين كده وخلاص، خلص الازازه، اللتر خلص، واللتر بقى ب7 جنيه، فاللي هو يعني ده ما كملش بختين، فاهمين قصدي. فقلت لا خلينا اجيب كده الكلورويل دوت حلو. ويعني انا كنت شفت منه عروض كتير، بس كنت كل ما اروح عشان الحق اجيب عرض منه كان بيخلص، بروح الاقيه خلصان. فلقيت اللي هو الكبيره دي ما شاء الله حلوه، يعني هي كام لتر مش عارفه، 2 لتر تقريبا. استنوا كده اما اشوف كام، 2 كيلو اهي، 2 كيلو. بس ما شاء الله اسوأ حاجه في كارفور الشنط بتاعته بشعه. انا بقيت ماشيه ده في الشارع بايدي والله، بسبب ان الشنطه اتقطعت وهو طبعا تقيل، والشنطه خفيفه قوي رديئه. بصوا الشنطه عامله ازاي، بصوا خفيفه خفيفه، اللي هي اي حاجه بتتقطع فيها يعني، فاتقطعت مني في الشارع. فاللهم لك الحمد. فالحاجة دي يعني حبيت اصدمكم معايا واقول لكم ان هي ب300 جنيه. اللهم لك الحمد. مصدومة مصدومة، مش هكدب عليكم. وتجربة هتكرريها تاني يا اسراء؟ لا بصراحة مش ناوية اكررها تاني. عشان خاطر لا، صعب بجد. فاللهم لك الحمد. كده كانت مشتريات البهزر طبعا. دي حاجاتي من كارفور، مشترياتي من كارفور. حبيت اعرفكم الاسعار، ودايما تابعوا كارفور على الصفحة بتاعته، بينزل عروض حلوة جدا. بس بشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان ما ازعلش منكم، وطمنوني عليكم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.